السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل الغدا بتاعنا كده معاكم. معانا كده طاسة على النار، هنعمل مكرونة بشاميل. نحط فيها معلقتين من الزيت وننزل بنص لحمة مفرومة، ونحط التوابل بتاعتها كده والفلفل والملح، ومعانا بصلتين مبشورين ناعم، ومعاهم فص توم مبشور، وهنقلبهم كده ونسيبهم شوية. معايا هنا طماطميتين بقى متقطعين قطع صغيرة وفلفل اخضر. في ناس بتعمل العصاج بتاع المكرونة بفلفل بس وبصل، بس انا بحب احط له طماطم. هنا بقى هنعمل البشاميل. بقى معايا حلة على النار فيها 3 معالق من الزيت، 3 معالق من الدقيق. هنقلبهم كده كويس لحد ما الدقيق بتاعنا يتحمص كده وياخد لون. هنزل بقى برتل ونص من اللبن، وهنقلب بقى كده تقليب مستمر عشان ما يعملش اي تكتلات. هنحط بقى نص معلقة فلفل اسمر ونص معلقة ملح. هنا كنت انا اهلت بقى اللحمة على العين الصغيرة. هنقلب بقى تاني في البشاميل لغاية ما يوصل للقوام بقى اللي احنا عايزينه. احنا عايزينه وسط بقى، لا تقيل اوي ولا خفيف قوي، وكل واحد برضو زي ما هو بيحب. انا بحبه كده. هنا كنت نزلته بقى من على النار ومعايا حلة كده فيها مية، نص معلقة زيت ونص معلقة ملح. انزل بكيسين مكرونة، الكيس اللي هو 280 جرام كده. بقى معايا الصينية بتاعة المكرونة، هنزل فيها بمعلقتين من البشاميل في الأرضية كده، وننزل بنص كمية المكرونة، ونحط برضو كده كمان معلقتين بشاميل، وهننزل بقى بالعصاج اللي احنا عاملينه وباقي كمية المكرونة. هنا بقى معايا لحم بجبنة موتزاريلا مبشورة. هننزل بقى بباقي البشاميل وباقي الجبنة برضو اللي لسه معانا. هنا خلاص بقى هدخلها الفرن. هنا بقى لما تطلع من الفرن بقى اغسل اي مواعين انا استعملتها او وسختها معايا، عشان بقى المطبخ يبقى خلص كله كده مرة واحدة. هشطف بص كده الحوض حواليه كده الاول. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي، تعملوا اللايك الجميل بتاعكم. هغسل بقى الحاجات الخفيفة، الاستانلس والبلاستيكات الاول كده اللي بتتغسل ببريل، والألمونيا بقى انا بسيبها للاخر عشان بغسلها بالصابون اللي هو البلدي عشان هو بيلمع الألمونيا. الجو كان حر بصراحة، ما كنتش مستحملة اقف في المطبخ. حبيت بقى اخلص كل حاجة قبل ما اخرج منه الاول. اشوف بقى الحاجات اللي انا غسلتها. بس لسه معايا شوية اطباق كده وكوبايتين بس. خلصتهم بقى هشطفهم كده، يبقى لسه معايا حلتين في الحوض والمصفى بتاعة المكرونة.
خلاص كده تمام، خلصت بقى. لسه كده هغسل الحلتين اللي في الحوض بس. هنا بقى الألمونيا دي بغسلها بالصابون بقى اللي انا قلتلكوا عليه. انا اللي عاملاه مش شارياه، بس هو بيلمع الألمونيا احسن من البريل بصراحة. البريل الحاجات اللي هي الخفيفة بقى، الاستانلس والكوبايات. كده بقى خلاص تمام، كده خلصت. هشطب بقى الحوض وخلاص. تشوفوا مطرح بس ايه المواعين بس اللي احنا غسلناها. هنا بقى غسلت البوتاجاز، ما كنتش صورته معاكم. كنت بوريكم البوتاجاز نضفته، نضفت الارضيه بتاعه المطبخ، مسحتها وغسلتها كويس. كده المواعين غسلتها، كده خلاص بقى المطبخ تمام. المكرونه هنا كنت طلعتها من الفرن. كده خلاص بقى المطبخ كل حاجه انا استعملتها غسلتها تاني. يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. قطعت هنا بقى المكرونه، كنت بدوقها قدامكم، كان طعمها حلو قوي. كنت سبتها تبرد شويه. وكمان كنت عملت عصير مانجا. يلا يا جماعه، اشوفكم على الف خير، مع الف سلامه.